يوتيوب. زي ما قلت قبل كده، وكمان ناس كتير قوي بقت مدركه للموضوع ده دلوقتي، هو ان اللغه اللي احنا بنقول عليها اللغه العاميه هي اصلا لغتنا، لغه البلد دي ولغه شعب مصر، هي اللغه المصريه. من اكبر المشاكل اللي مخليه اللغه بتاعتنا مهجوره شويه او مش مهتمين بيها وما بندرسهاش في المدارس، هو اننا اولا بنستعمل الابجديه العربيه في كتابه لغتنا اللي احنا بنتكلمها دي. والموضوع ده مشابه قوي للكتابه الفرانكو، اللي هو كتابه اللغه اللي بنتكلمها بالحروف الانجليش، وتعويض الحروف اللي عندنا او الاصوات اللي عندنا اللي مش موجوده في الانجليش باستخدام الارقام الانجليش. مثلا حرف العين بنعوضه برقم 3، حرف الخ 5، الالف اللي هي بهمزه زي احمد نمبر 2. نفس الحركه دي بالظبط هي اللي احنا عاملينها مع لغتنا احنا المصريه، بنستعمل الابجديه العربيه بدل ما نكتب بالحروف الهيروغليفي الهيراتيقي والديموتيقي. وتاني حاجه زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ان احنا ما بنتعلمش لغتنا احنا في المدارس، احنا بنتعلم اللغه العربيه، فدي برضو حاجه تانية مسببه اللخبطه. وتالت حاجة هو اللي زي برضو ما ذكرت قبل كده، ان لغتنا المصرية متكسرة، لان هي فيها اجزاء كتير من لغات تانية. كل ما كان حد يجيلنا مصر كنا بناخد بعض الحاجات منه نحطها في اللغة بتاعتنا، وكل ما مدة قعدته عندنا بتزيد كل ما الحاجات اللي احنا بناخدها منه بتكتر. الاول ناخد بعض الكلمات بس ونغير منطقهم شوية علشان تناسب المنطق والموجة الصوتية اللي لساننا احنا اوريدي بينطق بيها. بعد كده بنبتدي ناخد جمل، بعد كده بنبتدي حتى ناخد عادات وتقاليد، والموضوع ممكن يكبر بعد كده ويوصل لان اللغة اللي جاية ضيف تبقى اللغة الرسمية. واخر مرة دي حصلت كان في اللغة العربية. فعلشان نصلح ونستعيد لغتنا تاني، هي الحل بسيط بس صعب، لان في خطوات واضحة. اولا نفس اللغة اللي احنا بنتكلمها، قبل ما نغير كلمات ونتعلم الكلمات المصرية القديمة محتاجين نكتب بالخطوط النيتف بتاعتنا احنا الاول، الهيروغليفية لما نيجي نرسم كده وناخد وقتنا، والهيراتيقي والديموتيقي لما نيجي نكتب. ممكن نبدأ بالهيراتيقي الاول لان هو اهم. وتاني حاجة نتعلم لغتنا احنا في المدارس، والموضوع هيبتدي من رقم 1، ان احنا نتعلم حروفنا الاول في المدارس، لان الكلمات وطريقة بقى النطق والحروف المتحركة اللي في نص الكلمات اللي احنا مش عارفينها بالظبط كانت عاملة ازاي دي هتيجي بعدين. وثالثا واحدة واحدة نبدأ نستعيد الكلمات بقى القديمة بتاعتنا تاني، لان حتى كون ان احنا خدنا كلمات وجمل من لغات تانية، الحركة دي مش جديدة. كل لغات العالم او معظمها عملت وبتعمل الحركة دي. على حسب فهمي ان اللغات دايما كانت بتيجي من واحدة، تقريبا اظن واحدة من اتنين، يا اما الناس اللي في الحضارة في مكان ما يعملوا لغة مستوحاة من الطبيعة اللي حواليهم، يعني ترسم الشجرة، ترسم الحيوانات اللي حواليك، ترسم الناس في مواضع مختلفة، وبعد كده الرسومات دي تتبسط وتتعمل حروف. ودي الحركة اللي حصلت في اللغة المصرية القديمة، أجدادنا عملوا اللغة المصرية القديمة كده. من اللي أنا عارفه إن اللغة الصينية اتعملت بنفس الطريقة دي برضو، أو بياخدوا لغة من حد تاني جارهم ويغيروا شوية في اللغة دي يأقلموها على ألسنتهم هم. الحركة دي هي أكتر حركة حصلت في اللغات الحالية. الإنجليش جه من مجموعة لغات اسمها اللغات الألمانية. اللغات الألمانية جت من اللاتينية القديمة، اللي جت من الإغريقية القديمة، اللي جت من الفينيقية القديمة، اللي جت من المصرية القديمة. واللغات السامية اللي في الجزيرة العربية والشام جت كلها من الفينيقية القديمة برضو، اللي جت من المصرية القديمة. إنما اللغة الصينية زي ما لسه قال من شوية، أظن إنها مستوحاة من الطبيعة زي لغتنا إحنا كده، يعني الشعب الصيني هو اللي عملها. واللغة اليابانية والكورية جم من الصينية. حتى الشعب الياباني لما خد الأبجدية الصينية استعمل منها بعض الحاجات، ما استعملهاش كلها، وبعد سنين عملوا حروف أشكال جديدة لنفسهم هم، مقتبسة ومستوحاة شوية، يعني نفس أسلوب الكتابة الصيني بس مش حروف صيني بتاعتهم هم. لأن أصلا معظم الشعوب اللي بتعمل الحركات دي سواء بيعمل لغة مستوحاة من الطبيعة اللي حواليه أو بيستورد لغة تانية ويأقلمها على نفسه، كانوا اوريدي بيعملوا اصوات وبيتكلموا هم، بس ما كانوش بيكتبوا ويقروا. علشان كده سواء عملنا لغة لنفسنا او استوردنا لغة تانية، منطوقات الكلمات
بتتغير علشان تواكب ألسنتنا احنا. النطق الأصلي للكلمة جات لنا دي بيتغير، ما بتفضلش الكلمة زي ما هي. فده يجعل ان التشابهات ما بين اللغة المصرية بتاعتنا اللي هي بنقول عليها العامية دي وما بين لغات تانية بيرجع لسببين: ان اللغات التانية جت من اللغة المصرية القديمة، وان اللغة بتاعتنا خدت من اللغات التانية حاجات تاني بعد ما اتطوروا وعملوها بعد سنين. يعني زي ما بيتقال كتير الزمن بيعيد في نفسه، الاول خدوا من عندنا بعد كده احنا خدنا من عندهم واللغة عمالة تتطور. فاحنا مش محتاجين نرجع نتكلم بالظبط بنفس الطريقة اللي اجدادنا من 7000 سنة كانوا بيتكلموا بيها، لكن محتاجين نكتب بنفس الطريقة ونطور على اللغة بتاعتنا بالطريقة الصحيحة. والطريقة الصحيحة هنا هي كل ما يتناسب عموما مع اللسان وهو احنا بنتكلم. يعني لما تقابلنا حاجة جديدة في الحياة، يا اما نعمل لها احنا كلمة اوريدي مناسبة مننا احنا من لغتنا، كلمة جديدة، ودي علماء اللغويات هم اللي بيعملوها لما خلاص بيكون الشعب اتمكن من اللغة بتاعته هو. يعني لما نرجع اللغة المصرية القديمة بتاعتنا، علماء اللغة المصرية بقى اللي عندنا احنا هيعملوا كلمات جديدة للحاجات الجديدة اللي هتطلع وقتها. لكن كلمات اوريدي موجودة ممكن نستوردها، زي اتوبيس مثلا، دي نكتبها بالهيروغليفي وبالهيراتيقي بس بننطق اتوبيس اوريدي. او نعمل كلمة جديدة مصرية تعبر عن الاتوبيس او الحافلة، لان هو ليه كلمة اوريدي في اللغة العربية بس احنا ما خدناش الكلمة العربية، خدنا الكلمة الانجليش واقلمناها على اللسان المصري. استرداد حروفنا الأصلية هو أهم وأول خطوة المفروض نعملها، وبعد كده واحدة واحدة نستعيد ونسترد في الكلمات الأصلية بتاعتنا احنا. ولو مش عارفين، أصل كمان برضو في كلمات اوريدي احنا استعدناها اترجمت غلط من الغرب، والنطق بتاعها برضو منطقها اتكتب غلط لأن هم مش عارفين، واحنا اوريدي بنستعملها في اللغة عندنا يوميا. والقواعد النحوية كمان بتاعت لساننا المصري اوريدي مختلفة عن قواعد اللغة العربية. فسواء هي دارجة مباشرة من اللغة المصرية القديمة او طرأ على القواعد النحوية بتاعتنا دي تغييرات حاليا، هو ده اللي موجود، هو ده اللي نقدر نبتدي منه نصلح. بس علشان اصلا نعرف نصلح محتاجين نبدأ، والبداية هنا بالكتابة الأول لأنها موجودة. دي أكتر حاجة احنا عرفنا نوصل لتقدم فيها، عارفين حروف كتير كانت بتنطق ازاي وبتتكتب ازاي، وبعد كده بقى الكلمات والجمل هتيجي واحدة واحدة طول ما احنا شغالين عليهم. وممكن نستعمل المنطق اللغوي بتاعنا اوريدي دلوقتي. احنا عرفنا مثلا الحروف الأساسية بتاعت الكلمة بس مش عارفين الحروف المتحركة وكانت بتنطق بالظبط ازاي، ننطقها احنا بلساننا دلوقتي لحد ما نعرف النطق الأصلي بتاعها كان ايه. واحنا اوريدي عملنا الحركة دي زي توت عنخ آمون مثلا، غالبا ده ما كانش النطق اللي أجدادنا كانوا بينطقوه للاسم ده، بس ده كل اللي موجود عندنا دلوقتي. أسامي زي حورس، إيزيس، أوزيريس، أنوبيس، الأسامي دي متغير نطقها شوية بسبب إن الإغريق زودوا إيس وأوس كتير في أواخر الكلمات دي، فمحتاجين نعرف النطق الأصلي أوريدي كان إيه. زي حورس أظن نطقه الأصلي حر، فننطق الكلمة دي لحد أولا على الأقل ما نعرف أجدادنا كانوا بينطقوها إزاي، ننطقها بأقرب نطق للأصلي اللي احنا اوريدي عارفينه. احنا عارفين الإغريقي غير عليها فنشيل التغيير الإغريقي ونرجع للأصل نفضل ننطقها حر لحد ما نعرف اجدادنا كانوا بينطقوها ازاي، ونطبق القاعده دي على بقيه الكلمات. بس كده كل اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده. اتمنى ان احنا نبدا نعمل الحركه دي من دلوقتي. وتاني زي ما قلت في بدايه الفيديو، جزء كبير من الشعب المصري ابتدى يصحى للموضوع ده حاليا، فدي حاجه تبعث اكتر على التفاؤل.